do it like you. Brooklyn! Stop us now. Hey, I'm all in, I'm all in. I ain't worried about a loss or a new friend. Never worried about a fraud or a new bitch. Lost love, I ain't worried about a process. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن تاريخ سبايدر مان في عالم الانيميشن. مش كلنا عارفين المعلومه دي، بس سبايدر مان زي ما ليه افلام كتيره وليه برضه العاب كتيره، فهو برضه ليه افلام ومسلسلات انيميشن كتيره جدا برضه، وحتى انهم اقدم من الافلام ويمكن كمان الالعاب. وفي الفيديو ده انا هكلمك عن كل اعمال الانيميشن اللي اتعملت لسبايدر مان، مش كلهم قوي، هو الافضل يعني باللي انا شفته، بس هو في اعمال كتيره جدا برضه. اظن كلنا عارفين ايه افضل عمل انيميشن اتعمل اصلا سبايدر مان، واللي هيظهر معانا في اخر الفيديو. فما تنساش لايك واشتراك والحاجات الحلوه دي بتدعم الفيديو جدا. صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. هنبدا باول سبايدر مان معانا. لو رجعنا بالزمن لاخر الستينات كنا هنشوف اول محاوله حقيقيه لتحويل سبايدر مان من صفحات كوميكس الى الشاشه الصغيره. مسلسل سبايدر مان 1967 كان البدايه، وكان بسيط جدا في كل حاجه، الرسومات، التحريك، وحتى الاصوات، بس بالرغم من بساطته هو اللي حط الاساس لكل اللي جه بعد كده. التحريك وقتها كان محدود جدا، نفس اللقطه ممكن تتعاد عشرات المرات في الحلقه، وسبايدر مان نفسه كان بيتارجح في السماء على خلفيه ثابته. ومع ذلك المسلسل كان ناجح جدا لان الجمهور وقتها اول مره يشوف البطل ده بيتحرك قدامهم. اللي ميز النسخه دي فعلا هو الجو العام البريء والمباشر اللي فيها. بيتر باركر هنا كان طالب الوديع اللي بيحاول يوازن بين حياته كبطل خارق وكان مراهق عادي. مفيش دراما تقيله ولا تعقيد، كله بسيط وممتع، وده اللي خلى الناس اصلا تحبه. كمان ما نقدرش ننسى حاجه بقت ايقونيه بسبب اللي هي الاغنيه القديمه سبايدر مان سبايدر مان دوز ايفر سبايدر كان. صوتي خرا انا عارف، بس الاغنيه دي بقت علامه مسجله للشخصيه لحد النهارده، وتعاد في افلام وكوميكس وحتى الالعاب. العمل ده رغم ضعف الانتاج كان بدايه كل حاجه، هو اللي عرف العالم ان سبايدر مان مش مجرد بطل في صفحات مجله، ده بطل ليه روح وناس بتحبه. اكتر حاجه مميزه فيه هي انه نجح يوصل الاحساس البسيط بان قوه كبيره دايما وراها مسؤوليه كبيره، حتى بابسط وسيله ممكنه حرفيا وبابسط رسم ممكن. يعني حركات السوينج تحسها كده اصلا مكرره عشان يعني يمشوا الدنيا، يعني برضو الامكانيات كانت ضعيفه، بس هو البدايه فتمام. يعني سبايدر مان 1981 بعد حوالي 14 سنه من النسخه الاولى، مارفل قررت ترجع سبايدر مان لعالم الكرتون في نسخه احدث سنه 1981. وهنا بدانا نحس بفرق كبير في الشكل العام، التحريك بقى انعم والالوان بقت انضف والصوتيات اتحسنت كتير. لكن رغم كل التحسينات التقنيه المسلسل احتفظ بنفس روح البساطه. بيتر باركر هنا لسه طالب المكافح اللي بيحاول يعيش وسط شغل وثقافه وحياه خارقه. الميزه الاساسيه في نسخه 1981 هي انها بدات فعلا توسع عالم سبايدر مان، وده ظهر من خلال تعدد الشخصيات الشريره والاحداث اللي شبه كوميكس جدا. المسلسل بدا يقدم اشرار زي دكتور دوم وجرين جوبلin بطريقه اقرب لقصص مارفل الاصليه. المثير كمان ان المسلسل كان بيحاول يخلي بيتر اكتر نضجا شويه، فبقى عنده طابع جدي بسيط لكن لسه محافظ على حس الفكاهه اللي بيميز اصلا الشخصيه. العمل ده ما خدش نفس شهرة غيره، لكنه كان مهم جدا لان كان جسر ما بين الحقبه القديمه والجيل اللي بعده. اكتر حاجه كانت مميزه فيه هي التحسين الواضح في مستوى التحريك وقصص اللي بدات تلمس الجديه شويه، وكأن مارفل كانت بتقول سبايدر مان هيبقى اكبر من مجرد كرتون اطفال. سبايدر مان اند هيس اميزنج فريندز. في نفس السنه مارفل قررت تعمل تجربه اغرب شويه، وجمعت سبايدر مان مع بطلين تانيين اللي هم ايس مان وفاير ستار، وطلعوا لنا بمسلسل بعنوان سبايدر مان اند هيس اميزنج فريندز، اللي حرفيا كان واحد من اكتر النسخ المحبوبه في الثمانينات. العمل ده كان مختلف تماما عن اللي قبله لانه ركز على فكره الفريق بدل البطل الواحد. بيتر هنا مش الواد اللي دايما وحيد، لا عنده صحاب بيشاركوه مغامراته، وده اللي خلى المسلسل مبهج اكتر ومليان طاقه. الميزه الاكبر فيه كانت الكيمياء بين الشخصيات، الحوار بينهم كان طبيعي جدا وكان في حس صداقه فيه اللي يخليك تحس انك عايش معاهم. كمان التحريك وقتها كان مطور نسبيا والموسيقى كانت حماسيه جدا. الجميل في النسخه دي انها بدات تدمج عالم مارفل كله في كرتون واحد، فكان بيظهر فيه شخصيات تانية زي ايرون مان وكابتن امريكا من وقت تاني، وده كان شيء ضخم وقتها. المسلسل فضل محبوب لحد النهارده لانه مثل الجانب المرح والبريء من سبايدر مان كده، قبل ما القصص تبقى سوداويه معقده. هو كان بسيط لكنه مليان شغف وبيقدم مغامرات كلاسيكيه بنكهه كده ممتعه، واهم حاجه كانت فيها هي انه خلى سبايدر مان مش مجرد بطل فردي لكن قائد لفريق، وده كان تمهيد لفكره التعاون اللي شفناها بعدين في نسخ اكتر نضجا، وانصحك تشوفه على فكره، هو لحد الان يتشاف على فكره. سبايدر مان انليمتد
انليميتد. الانيميشن ده كان اغرب تجربه اتعملت لسبايدر مان في التسعينات، واللي ناس كتيره شافوها متقدمه عن وقتها. القصه بتبدا لما بيتر باركر يروح عالم موازي اسمه كونتر ايرث بعد ما فينوم وكارنيج يهربوا ليه. هناك بيلاقي عالم شبه الارض بس بيحكمه مخلوقات نصف بشر ونصف حيوانات اسمهم الباستيلز، واللي بيحكمهم راجل اسمه هاي ايفوليوشنري فكك من الاسم. الفكره كانت عظيمه من ناحيه الفانتازيا والخيال العلمي، خصوصا ان اللبس الجديد لسبايدر مان كان اول مره نشوف فيه نغمه داكنه بالشكل ده، فيها تكنولوجيا متقدمه جدا بالنسبه لوقتها. لكن للاسف المسلسل اتلغى بعد 13 حلقه بس، مش لانه سيء، لا بالعكس، في افكار ممتازه، بس وقتها الناس كانت لسه خارجه من نجاح ذا انيميتد سيريز، فمش قادرين يتقبلوا تغيير بالشكل ده. الانيميشن نفسه كان قوي، الالوان فيها عمق وغموض، والموسيقى كانها من فيلم خيال علمي مصدم. شخصيه بيتر هنا مختلفه شويه ومتوتره اكتر، وشايله هم العالم الجديد اللي اتحط فيه. المسلسل كان ممكن يفتح باب لحاجه جباره في عالم سبايدر مان لو كان كمل يعني، لكن رغم كده لحد النهارده في ناس بتعتبره من اكتر النسخ اللي اتظلمت ظلم بين كل نسخ سبايدر مان ذا نيو انيميتد سيري. النسخه دي كانت مفاجاه للناس لانها كانت اول محاوله لتقديم سبايدر مان بتقنيه السي جي اي 3 دي، وده بعد نجاح فيلم توبي ماجواير في 2002. الانيميشن ده كان المفروض يكمل احداث الفيلم الاول لكن باسلوب اكتر سوداويه وشخصيات جديده. التصميم وقتها كان غريب جدا، والشخصيات شبه البلاستيك بس فيها طابع كرتوني غريب يخليها مميزه، ولو شفتها دلوقتي هتحس انه قديم، بس في 2003 كان شكله مذهل فعلا. القصه بتركز على حياه بيتر وهو بيحاول يوازن بين الجامعه وحياته الشخصيه، تقريبا نفس القصص يعني، وطبعا بين انه يكون سبايدر مان الجميل، والجميل فيه انه قدم نغمه ناضجه اكتر، فيها دراما وحكايات فيها عمق زي العلاقات المعقده بين بيتر وماري جين، بس برضه للاسف ما كملش غير موسم واحد ب 13 حلقه، والسبب كان ان فيلم سبايدر مان 2 كان داخل الانتاج، وده خلى سوني توقف المسلسل عشان ما يحصلش تضارب في قصه. بس رغم كده المسلسل ده فضل علامه في تاريخ، لانه اول تجربه جاده تحاول تربط بين الانيميشن والافلام السينمائيه في عالم سبايدر مان. بس فعلا كانت هتبقى حاجه سيئه لو كمل، لان مثلا تخيل معايا ان اتفرج على فيلم سبايدر مان خاص بتومي ماجواير وبعدها تروح تشوف فيلم انيميشن يكمل احداث، فينزل فيلم تاني اللي هو بيكمل احداث اصلا، فالدنيا هتبقى بايظه خالص. فكويس ان هو اتلغى، اكتر شيء منطقي تقريبا عملته سوني. ذا سبكتكلر سبايدر مان، وهنا بنتكلم عن التحفه اللي ناس كتير شايفاها افضل انيميشن لسبايدر مان في التاريخ. المسلسل ده عمل مزيج مثالي بين القصه الممتعه والانيميشن الانسيابي والموسيقى اللي تشدك من اول ثانيه. القصه بتبدا مع بيتر لسه في الثانوي بيتعلم يكون بطل حقيقي ويتعامل مع كل التحديات اللي بتيجي مع قوه دي. الحلو ان المسلسل قدر يوازن بين الجانب الانساني والبطولي لبيتر بشكل عبقري. الاشرار هنا اتعملوا بطريقه ذكيه جدا، مش مجرد وحوش بيطلعوا كل حلقه، لا، كل شرير ليه خلفيه، ليه دوافع، ليه لحظات انسانيه، وده اللي خلى المشاهدين يحسوا انهم متورطين عاطفيا مع قصه. التحريك كان في غايه السلاسه، حسه سيمبل في نفسه كده وجميل وانت بتتفرج عليه، والستايل الكرتوني البسيط كان ممتع جدا بصريا، بس للاسف برضه اتوقف بعد موسمين بسبب مشاكل في الحقوق بين مارفل وسوني، لكن رغم اسره فضل محفور في ذاكره كل فان سبايدر مان، والناس لحد النهارده بطالب اصلا برجوعه. التيميت سبايدر مان الانيميشن ده كان نقله مختلفه جدا. انا عارف ان كل نسخه بتكلم عنها بقول انها نقله، بس فعلا دي حقيقه. نسخ سبايدر مان لما بترجع بطريقه كبيره، وخصوصا النسخه دي ناس كتيره وقتها كانت منقسمه عليه، في ناس حبته جدا وناس شافته خفيف زياده عن اللزوم. بس خلينا بقى نقول الحقيقه، المسلسل ده قدم اكتر نسخه ممتعه ومليانه حركه من سبايدر مان. القصه بتركز على بيتر بعد ما نيك فيوري يضمه لشيلد المؤسسه المعروفه، ويكون فريق من الابطال الشباب بقى زي ايرون فيست ونوفا وواي تايجر. المسلسل مليان مشاهد اكشن خرافيه وكوميديا بكسر الحاجز الرابع، يعني بيتر بيتكلم مع المشاهد زي ديد بول، وده خلى قريب جدا من الجيل الجديد اللي بيحب الفكاهه السريعه والمواقف العشوائيه. كمان شفناه في تطور رهيب في الجرافيك والالوان والتحريك، بقى انعم واسرع ومشبع جدا للعين. اللي يميز المسلسل فعلا هو انه جمع بين الهزار والدراما بطريقه تخلي الحلقه كده خفيفه بس ما تحسهاش تافهه. استمر 4 مواسم وده رقم ضخم بالنسبه لمسلسل انيميشن من مارفل، وفعليا بقى بوابه دخول الجيل الجديد لعالم سبايدر مان. هنا بقى نخش عتيل سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس والمكمل ليه اكروس ذا سبايدر فيرس، وهنا بقى بنوصل لقمه الابداع البصري وقصصي. النسختين دول مش بس افلام انيميشن، دول ثوره في صناعه الانيميشن كلها. القصه بتبدا مع مايلز موراليس، مراهق بيتلدغ بعنكبوت، بس المره دي من واقع مختلف، وبسبب خطا في جهاز تجريبي بيتجمع ابطال سبايدر مان من اكوان مختلفه. بيتر باركر العجوز، جوين
نوير، حتى سبايدر هام. الفكره نفسها كانت مجنونه، لكن اللي خلاها اسطوريه هو اسلوب الرسم. كل لقطه شكلها لوحه فنيه متحركه فيها تاثيرات من الكوميكس الحقيقي، زي خطوط الحبر والبوب ارت والانفجارات اللي طالعه كانها من صفحه مجله. الموسيقى برضو كانت جزء كبير من التجربه، خاصه اغاني الراب اللي عكست طابع مايلز العصري. الفيلم الاول اخد اوسكار افضل فيلم انيميشن، وتاني اكروس سبايدر فيرس خلى الناس تعتبره من اعظم افلام الابطال الخارقين اللي اتعملت في تاريخ. الفيلمين دول مش بس بيحكوا قصه ابطال، دول بيكملوا كل شخص حاسس انه مختلف، وبيفكروا الناس ان اي حد ممكن يبقى سبايدر مان لو كان عنده الشجاعه. انا شايف الفيلمين دول فوق 3 مرات، ومستني الجزء الجديد اللي المفترض هينزل. حتى الان ما نعرفش تاريخ اصدار الجزء الجديد وما فيش معلومات كتير عنه، لكن الجزء الجديد هيكون مكمل الاحداث الناريه اللي حصلت، لان حرفيا اكروس سبايدر فيرس واقف في نهايه تخليك اصلا تقعد تعيط للسوني وتعيط لاستوديوهات مارفل انها يعني يدوك الجزء الجديد ده. الجزء الجديد هيكون في قمه الابداع، وخصوصا الانيميشن مجنون. بس حقهم بصراحه، لان الانيميشن ده بيتطلب جهد جبار، لان دي تقريبا اعظم حاجه شفتها من ناحيه الانيميشن بصريا. يعني متعه كده، يعني تشوفها وانت بتتفرج عليها متعه بصريه بكل معنى كلمه. لو تتفق معايا حط لايك واشترك، لاني هقول لك ان كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش برضو لايك واشتراك اللي انا لسه قايل لك عليهم. قول لي في التعليقات ايه احسن نسخه حبيتها من سبايدر مان. ما تنساش تاخد بص على الفيديوهات القديمه. لو عايز تتكلم عن اي فكره برضو قول لي في كومنتات، واشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تصلي على النبي.